فطيرة الجلاش يا جماعة حاجة كده قمر. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم مطبخ غاوي طبخ. النهارده هنعمل مع بعض حاجة لذيذة جدا وكلنا بنحبها جدا وبنشتريها من بره، كلنا اطفال وكبار بيحبوها. هنعمل مع بعض الفطير المحشي باللحوم. وكده احنا بنشتريه من بره طبعا وسعره غالي علينا جدا، واحنا نعمله بلفه جلاش بسيطه ومقادير بسيطه جدا جدا. يا رب تكون الوصفه خفيفه على قلوبكم. دعموني بلايك وشير. تعالوا نشوف مع بعض هنبتدي ازاي. مقادير بسيطه جدا جدا. عندي ميكس جبن، عندي سجق، سوسيس، لحمه مفرومه، اي حاجه عندك ممكن تكتفي بجبن بس. طماطم وفلفل وزيتون ولف الجلاش طبعا. مقادير بسيطه جدا. تعالوا نشوف مع بعض هنبتدي ازاي. أول حاجة هبتدي بيها يا جماعة وهي لفة الجلاش القمر دي. همسكها اقطعها كده زي ما حضراتكم شايفين على البلانشة بالطريقة دي. شايفين؟ سهلة جدا وبسيطة. حتى لو متكسرة عندك ما تحمليش همها. انا كنت الاول عندي جلاش لو متكسر ببقى مش عارفة هعمل بايه واسيبه بقى، ممكن ارميه لما يبوظ، ما كنتش بعرف استخدمه. هنا قطعت لفة الجلاش بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وجبت طاجن ادهنه بحتة سمنة زي ما انتوا شايفين. عندي هنا نص لفه الجلاش. بعد ما دهنا الطاجن بالسمنه نفردها في الطاجن كويس جدا. ماشي. وهنا رصيت نص كميه الجلاش في الطاجن بتاعنا. تعالوا نشوف بقى نحشي الخليط بتاعنا ازاي. السوسيس بتاعنا، اللحمه المفرومه، السجق، الزيتون، ميكس جبن طبعا. ماشي. حطي ما تستخسريش. نقلب كويس جدا الخليط بتاعنا. دلوقتي بقى هنضيف يا جماعه ميكس اللحوم بتاعنا للجلاش بتاعنا. شفت في الطاجن كويس كده. وهنا يا جماعه بعد ما ضفت الميكس اللحوم بتاعت الجلاش حط بقى جبن. بصي ما تستخسريش. وهنا يا جماعه هنحط نص كميه الجلاش بتاعتنا في الطاجن. نفردها طبعا كويس جدا. ماشي. نص لفه الجلاش بتاعتنا في الطاجن نفردها كويس جدا جدا. وهنا يا جماعه بعد ما حطيت بقيه لفه الجلاش بتاعتنا تعالوا نشوف مع بعض هنسقي الخليط بتاعنا بايه عشان يبقى طري. هضيف هنا كوبايه لبن، بيضه، نص معلقه ملح، معلقتين كبار من الزبادي عشان انا ضايفه لبن، فلفل اسود طبعا عشان زفرة البيض. ماشي. شويه بيكنج باودر. ماشي. عندي هنا سمنه طبعا مسيحاها. ماشي. كفايه كده كويس اوي. هضرب الخليط ده كله مع بعض كويس جدا. هنا يا جماعه هنسقي الخليط بتاعنا للجلاش. ماشي. تشرب الصينيه كويس جدا. الطاجن بتاعنا كويس جدا 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 كمان. كده يا جماعه بقى جاهز عندي يدخل الفرن. بس انا احب ادلعها شويه اعمله وش بيتزا كده اكنها فطيره زي اللي بتيجي من بره بالظبط. هي فعلا زي اللي بتيجي من بره بالظبط. هنا يا جماعه حابه ادلع الطاجن بتاعي احط له بقى طماطم وفلفل وزيتون عشان يبقى شكل البيتزا بالظبط. هنا يا جماعه الفطيره بتاعتنا كده جاهزه خلاص. هندخلها بقى الفرن لمده تقعد من ربع ساعه لتلت ساعه بالظبط. اعرف الوسطاني. تعالوا نشوف مع بعض بعد ما تطلع بقى شكلها عامل ازاي. وطبعا ما ننساش ميكس الجبن بتاعنا اللي بيبقى شهي جدا جدا عن الحاجات دي.
اطفالنا كلهم بيحبوها. كده يا جماعه خلاص الطاجن بتاعنا جاهز يدخل الفرن. ودي يا جماعه شكل الفطيره بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، ما شاء الله جميله جدا 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 وشهيه جدا جدا جدا، والريحه مش عايزه اقول لكم حلوه قوي 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 كمان. يا رب تكون عجبتكم، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. جربوها ان شاء الله باذن الله مش هتندموا. لو عجبك كل فيديوهاتي حطي لايك وما تستخسريش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حطي لايك يا بخيله. ما شاء الله. فطيره شهيه جدا ولذيذه جدا جدا، يا رب تعجبكم. ألذ وأطعم فطيرة ممكن تعمليها في حياتك بلفة الجلاش القمر دي، سهلة وبسيطة جدا وما تفرقش حاجة عن اللي بتجي من بره. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.